ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده بامر الله تعالى هنتكلم عن المسؤوليه الاجتماعيه والاسريه. بنسبه 90% الكلام مش هيبقى لطيف. آه، بنسبه كبيره هيوجع وهيضايق وهيزعل ناس ويبقى فيه اعتراضات وكل الحاجات الحلوه، فانا حبيت بس انوه في البدايه، عشان يعني احنا هنخبط في شوية حاجات النهاردة كده. آه، تم يعني استغلالنا وانتهاكنا والضحك علينا بيها. وكبرنا احنا بقى وفضلنا مكملين الضحك على نفسنا بيها برضو، عشان اللي هو انت ما ينفعش تواجه الحقيقة وتقول الصراحة وانت تواجه نفسك أول حاجة، لأني رقم واحد مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم هتخسر نفسك وهتخسر أهلك وهتخسر المجتمع وهتخسر الصحاب وهتخسر كل حاجة. وطبعا مفيش إنسان عاقل بيعمل كده. ده أنا يعني معاكم، ولكن في إنسان مريض آه، تعب من كتر المرض بتاعه. جابوا أجله زي ما بيقولوا. عملوا مع السبعة وذمتها. أنا مش عارفة هم ايه، بس هي بتعبر عن حاجة ان هو ياه، زي ما احنا بنقول كده يا صبر أيوب. مش حد أصلا استحمل يعني اللي حصل لأيوب، وده يعني مش عارفة في الزمان ده ايه الدنيا، بس ماشي ربنا يعين كل واحد على اللي هو فيه. آم، فهو بيبقى تعبير مجازي، بس اللي بيخلي حد ياخد القرار ده هو الإنسان المريض اللي تعب من مرضه. لفة كبيرة قوي على الدكاترة، لفة كبيرة قوي في العلاج النفسي. آه، صرف فلوس كتير. حياته بتنهار، كل حاجة بتبوظ وبتقع بتروح في 60 داهية، والليلة بتخرب والبيت بيولع حرفيا ومفيش أي حاجة بتجيب نتيجة. صدق أو لا تصدق إن العقل بياخد القرار ده مع حاله. عارف انت اللي هو شوفوا حتة اقعدوا فيها، اتجمعوا كده كلكم في حتة واقعدوا فيها. تمام. ف عشان كده انا ده عملته فيديو. طبعا غيرت الفريم العظيم بتاعنا عشان بس انا حاطه السماعات بديل للمايك لحد ما ربنا يفرجها. وهذا الفيديو برعاية قهوتي الجميلة اللي مصبراني على حياتي اللي ما يعلم بيها إلا ربنا. فيعني كل فترة كده ناخد لنا بريك، يعني معلش نستحمل بعضينا. وانا حبيت ان انا احط السماعات، يعني بصراحه مش قادره اعلي صوتي وبصور في وقت مش مناسب جدا والدنيا خربانه بره وفي كميه دوشه لا يتحملها بشر. بس دي التفاصيل يعني. اوكي. فيعني وجب التنويه في الاول، عشان بصراحه الموضوع بتاع النهارده مؤلم وحساس جدا، ولكن لو عايزين نتشافى ونخلص وننجز ونحط نهايه للمهزله والمرقعه والمرمطه والبهدله وقله الادب وقله القيمه اللي بتحصل في حياتنا، فيجب علينا ان ناخد القرار الصح. حابين تكملوا في اتس اوكي، مفيش اي مشكله خالص. هي 3 دقايق ليكوا، حضرت المقدمه اهلا وسهلا بيكم، نورتونا كده كده. شوفوا اي فيديو تاني، اي سلسله تانية. ممكن تبداوا سلسله حب الذات لو انتم مش هي اسمها رحله البحث عن الحب، او انتم مش جاهزين للسلسله دي، واقفلوا وروحوا شوفوا وراكم. تمام. خليكوا ورا ارضاء الناس. إيه، الناس اللي خلاص جابت جاز، والطريقة الوحيدة اللي بيعترض بيها الجسم ان هو اصلا جاب نهايته من العالم حرفيا. آه، ده المرض والتعب والخسارة وحاجات كتير قوي. الفيديو ده ليه عل وعسى حرفيا يكون يعني مصدر إلهام ووعي، ويكون حل نهائي لناس كتير قوي بتلف في دايرة سوداء حرفيا، وعايزين يكسروا الحلقة ويطلعوا منها. فلو دي النية، لو دي الرغبة الحقيقية، لو احنا عندنا استعداد نعمل أي حاجة عشان نوصل لده، مرحبا بكم في هذا الفيديو. وهذا الفيديو طويل وممل. حلو ممل دي، هو ممل بالمرة. عشان كده أنا عملت فيديو عشان مش عايزة تعليقات. اللايف مش هينفع هتشتت، ولاني بين كل حاجه والتانيه ممكن انا شخصيا افكر حاجه تعكن عليا، فببقى محتاجه جدا اعمل ايقاف. حقيقي يا جماعه زرار الايقاف ده طلع مهم جدا، يا ريت يبقى فيه منه ستة في حياتنا. حرفيا كنا هنبقى في حته ده. ناخد بق قهوه. تمام. هنبدا بامر الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. المسؤوليه الاسريه ايامنا دي.
الأب والأم، الإخوات لو في، دور الأسرة أصلا، دور الأب ودور الأم ودور الإخوات لو في برضه. لو أنت وحيد وربنا كرمك في حياتك هتفهم ده لما تكبر قدام، عشان وجع الدماغ. في عندنا لغط، في مشاكل، في مرمطة، في إهانة، في قلة أدب، في موضوع آه، الأب والأم تحديدا. ماشي. دعونا نرجع، مش عارف الأعمار ايه اللي معانا، 26، 32، 42، والله ما فارقة، كلها أرقام فاضية. ولا بتدل على نضج عاطفي ولا اجتماعي ولا أي زفت في أي نيلة، فوق عشان كل ده كلام فاضي. ده الطفولة. تمام. أول ما اتولدنا، أول لما ابتدينا نتشكل، احنا مين، بنعمل ايه، جينا الدنيا ليه، مين الناس دي، فين بابا وماما، بيعملوا في حياتنا، بيدونا ايه، احتياجاتنا، خدنا اصلا الاحتياجات ولا لا، تم تلبيتها ولا لا، اتشفت اساسا، في حد قدرني في القعده دي ولا انا خدت على قفايا كاغلبيه البشر. تمام. ف ربنا سبحانه وتعالى اكيد كان ليه حكمه عظيمه جدا، حتى لو احنا ما قدرناش نفهمها او نوصل لها او نستوعبها، مش مهم، بس تفكروا فيها. تمام. تدبروا في الامر، إن يخلق الأسرة على اتنين، وإن يخلي الحياة على اتنين، وإن الفيديو ده بلس 32. عامة أي حد تحت 18 سنة أنا بطلب منك ما تتابعنيش، تمام؟ عشان انت ما كفاية الصدمات اللي عليك في فترة أصلا المراهقة، اطلع منها الأول، بعد كده بتشوف هنعمل في حياتك. فبجد محدش صغير يتفرج على الفيديو ده، عشان هي مش ناقصة مشاكل. آه، أكيد برضو كانت في غاية مهمة جدا هتعود على الطرفين بالفايدة، وهتعود على الأسرة اللي هتتكون من خلال البيبي اللي هيجي بفايدة، من خلال إن إيه- 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 تتم ممارسة الجنس، أو يبقى فيه أصلا جنس، أو إن الطفولة، سوري، إن الحياة الجديدة اللي هتتخلق، أو إن الطفل الجديد اللي هيجي بيجي بالطريقة دي. تمام. بالاجتماع أو بالصورة دي، إن ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، دي حاجة إحنا عارفينها كويس جدا، المفروض إن إحنا مؤمنين بيها إيمان مطلق. فأكيد ربنا لو كان حابب وقادر طبعا، والموضوع ممكن يتم على شخص واحد، يعني كان آدم تمام، ليه نخلق حواء؟ ليه وجع الدماغ؟ بجد الرجالة هتحب أوي الموضوع ده. ليه وجع الدماغ؟ انت مش تشتري دماغ ده، خلينا قاعدين كده، الحياة حلوة. تمام. ولو حابين نجيب ذرية، أطفال، كتاكيت صغيرين، نفضل نجيب بامبرز ونغير وريحة ورضعي قومي الفجر والليلة المهببة دي كلها، أكيد كان يعني ربنا سبحانه وتعالى قادر بطرق عديدة جدا إن كل ده يحصل من غير الليلة دي كلها. يعني صح ولا أنا غلطانة؟ يعني إيه، نتدبروا مع بعض، بس إحنا عايزين نفعل الفكر. تمام. طاقة الفكر، بس في بس شوية وعي، 2 جنيه شوية وعي، مش طالبة كتير والله، ما تفكش ال5 جنيه اللي معايا، خليها. أكيد أكيد في طرق كتيرة، ولكن لو رجعنا تاني خطوة، هنلاقي إن أكيد ربنا كان ليه حكمة، غاية كبيرة جدا. هنرجع تاني لنقطة فايدة على الطرفين، يعني كان ممكن الموضوع يحصل من غير الليلة دي كلها، يعني مش طالبة وجع دماغ. فاهمني؟ موضوع المصاريف ده احنا اللي جبناه بعدين مع التطور، كانش فيه كده أصلا. إيه، فخلق الحياة على اتنين، وخلق الاتنين ذكر وأنثى. تمام. عشان يبقى فيه شد وجذب، موجب وسالب، شط وبحر، يعني فاهم، لازم يبقى فيه ايه، حاجتين مختلفتين وفي نفس ذات الوقت متناغمتين. مش عارف النحوي طبعا رايح في داهية، بس متاخدوش عليا، ما بتكلمش لغة عربية، عشان بس الناس اللي والله ممكن تحدفني بحاجة وهيبقى حقكم، بس أنا بحاول أوصل معاهم. أوكي. فالنحو يعني أنا كده كده كنت فاشلة، أنا بعتذر. ده هي وكسة، أنا معاك طبعا، المفروض كان إحنا عرب نتحدث اللغة العربية الفصحى، بس طبعا كلنا عارفين الكيبة والويبة، عشان نيجي بقى نصلح ده هنا إن شاء الله نبقى نعمل له لايف لوحده. إيه، اتنين مختلفين، متضادين
في بعض الحاجات ولكن متناغمين. لاستمرار الحياة. سر عميق عزيزي المؤمن يجب أن تتدبر فيه. تمام. ودي رسالة لإخواتنا البعدة اللي ملناش دعوة بيهم، اللي ما نوجهلهمش أي كلام، ولكن يعني هي جت على السكة فعلى ماشي كده ممكن بيها ماشي. ما خلقش الاتنين موجب. خلي بالك يا أبو محمد. وما خلقش الاتنين سالب. طبعا الكلام ده أم محمد برضه. فما خلاش الاتنين أنثى وما خلاش الاتنين ذكر. هل ربنا مش قادر؟ استغفر الله العظيم. تمام. طيب هل اصل هو عشان هنا الرحم وهنا طب ما احنا قلنا من الاول احنا كنا ممكن في طريقه انجاب اخرى. تمام. بمنتهى السهوله واليسر والست ما تعانيش. وليه نقعد 9 شهور؟ يعني هو يعني لما كونك ولما خلق كل ده، ما هو برضو يعني لا اله الا الله سبحانه الله، مش كان ممكن في غمضة عين او كده واصغر واقل من كده تتعمل؟ هل هي يعني محتاجه وقت؟ بس دي كانت رساله ليك انت، عشان انت اذا البني ادم اللي احنا اصلا خالقين الدنيا دي كلها علشان مفيش حاجه بتثمر فيه حرفيا. ابتدى تقتنع ان الانسان طبعه اناني حرفيا. عشان تفهم حاجه، تتعلم حاجه، وتصبر على الشيء وتسعى اليه وتستمر وليله كده، يعني مش عايزين نصدع حضرتك بيها. طيب دلوقتي احنا كده المفروض ايه؟ حطينا البيزك، خلي بالك الاساسيات، الفاونديشن. احنا كده بدينا الفاونديشن. شوف حد يرسم لنا الايلاينر لاني ما بعرفش كده خيبه. فخلقنا حياه اتنين، ذكر وانثى. الذكر كان الاول والانثى اتخلقت من الضلع. الراجل كان الكيان والتجسيد، الست كانت المشاعر والدلع عشان الوحدة في أنس كده ليلة كده يعني. طبعا أول ما تتجوزوا كل ده بيروح 60، ده يعني انتوا بتشوفوا الحقيقة المرة. بس يعني ماشي، خلينا نبقوا حلوين مشاعريين ولو دقيقتين في السنة. ده مش هنخسر حاجة. مش هنخسر حاجة. ما تدخلش على نفسك. نفسيتك يا ابني انت اللي هيجيلك اكتئاب. ودواء الاكتئاب جالي والله. لا يعني مش عايزين نكد. تمام. ما وقفتش لحد هنا. ما وقفتش لحد هنا، مع ان كنا ممكن نعيش كده عادي. ليه عيال وصوت وصراخ والحق ده عنده امساك، الحق الدوده ومش عارف ايه، البامبرز ما كفاش ورضاعها بقى ومش عارف ايه، وما بينزلش عادي فبنجيب جهاز فبنحطه في الهواء. وبعد كده عقم الببرونه وشيل الببرونه واتاكد من الببرونه ليه مش ممكن كنا ممكن نعيش في فضاء؟ ده 300% كنا نعيش في فضاء. يعني مش ممكن، ده وش كنا نعيش في فضاء. ولكن نرجع للسؤال الوجيه، ربنا كان ليه حكمه. تمام. بلاش الإجابة بتاعت الإعمار دي عشان بتعصبني. والله بتعصبني. مش القصة كده. ماشي يعني في البداية خالص أوكي، أظن إحنا دلوقتي ما بقتش في حتة فاضية أصلا. إحنا بقينا بنطلعوا في الصحراء نعملوا رحلات عشان نبث الجمجمة. أنت متخيل إحنا وصلنا لإيه؟ فأكيد مش محتاجين نتجاسر. يعني المفروض إن الواجهة دي أو الهدف ده يكون انتهى. ولكن أخي العزيز في ناس الجمجمة صدية عايزة. عارف انت المذيب اللي بنحطه على البوتاجاز عشان يطلع الدهون المنيلة بالسكينة بتاعت البشاميل والبانيه رش عليهم شوية بقى عشان الدنيا خربانة والله العظيم. ايه الناس دي مش عايزينها في حياتهم. مش كده بيكتروا. سبحان الله يا اخي، دول بيتجوزوا ويخلفوا بمنتهى السهولة. تعقد عندنا احنا لا اله الا الله. يلا مش عايزين نبكتوا عليك الليالي ليك. المهم ان الشبكة رجعت لما الدهب جه. اهم حاجة خليك مهيص والبسط وفكك من الارتباط ولا النيلة. خليك قاعد زي النخلة ولا زعزعة القصب. هي اصلا خربانة. نفس الكلام لعزيزتي المرأة اللي قاعدة هناك. هي بس فترة الخطوبة اللي حلوة بعد كده تتنكدي. خليكي قاعدة في بيت ماما أو بابا، يعني كان مين اللي عايش يعني. والله يعني انت حاسة ان انت وحيدة. هتبقي وحيدة أكتر بعد الجواز. اسكتي مش عايزة بقى، أحاول ما نكدش عليك. بفكروا نعملوا سلسلة في موضوع الجواز ده يا جدعان. لو موافقين برأيي شاركوني في التعليقات. شاركوني في التعليقات، ولا بتستفيدوا من المحتوى ادوني لايك شجعوني. لو عندكم اصحابكم دماغها مصنفرة شيروا معاها، ما عندكمش سيبوا كل حاجة زي ما هي مش ناقصة وجع دماغ. نرجع لمرجوعنا. اعتبروه فصل يعني. طيب جبنا الذكر والأنثى، بنينا الأسرة، جبنا الأطفال، بنينا الحياة. ابتدت بعيد عن السامعين
الدايرة الاجتماعية وسيب بقى. فبقى في خال وجد وست وعم، وبعد كده بقى في بيوت، فبقى في الجيران، وبعد كده للأسف سيبنا الصيد والزرع، طلعنا للصناعة، بقى في شركات وبنشتغل وبنصحى 9 الصبح ويبدأ يومنا، انت مش طايق الدنيا. مفيش مشكلة، المهم يعني هو لا هو لا هو لا بقى، انا الدنيا خربانة مني النهارده، مش هركز معاها. المهم، فبقى في مدير وبقى في زمايل شغل، وبقت في ليلة وتاسكات وإيميلات وبلا أزرق على المية. الإنسان لو وعدوه مشاكل حياتنا كلها تتحل. طيب، بدأت الخليقة، تكاثرت، ترعرعت، نزلت على الأرض، خربتها. هي كانت مستلمها نضيفة، دي مشكلتك، ودي أول حاجة نتحاسب عليها، وليلتنا مش عايزة أقول لك بقى، مش عايزة أقول لك. طيب، سيب بقى الموجي السحيق ده، نرجع ليه الموجي الحاضر أسوأ من الموجي السحيق اللي احنا عايشينه دلوقتي. في بابا وماما عادي جدا كأسرة مصرية بسيطة، مش متوسطة، عشان احنا أصلا مش في الدخل المتوسط ولا الطبقة المتوسطة، في الطبقة الفقيرة، وفي اللي أفقر منها اللي هو احنا. الصراحة واجبة، الصراحة واجبة، احنا أصلا بندفع فاتورة النت بالعافية. في بابا بيشتغل، يصرف البيت، راجل البيت، القدوة الحسنة، الراجل اللي كلنا بنمشي ورا قراراته وأفكاره وأمجاده وحياته ودنيته. وماما ست البيت، بتدير البيت، بتقوم بواجبات بابا أحيانا لو اتأخر في الشغل، وإن كان لازم الضرب، فمش هنستنى لما أبوك نرجع في الشغل، فهديك شبشبين مش عقبال ما هو يجي يكمل عليك بدكتور الحساب. الست برضه مش في شغلها بتسد الخانة، هنعمل إيه، ورانا حاجة عايزين نعيش. أوكي. في حمادة ووائل، متستنيش مين دول، بس هنعتبرهم الأبناء الإخوات، يعني متدخلش في مسميات، طالعين للحياة، حاجة استغفر الله العظيم طبعا. وبتبدأ بقى فاهم انت، النكد بيشتغل. معلش معلش، احنا ونوهنا بقى في الأول. طيب، بدأ النكد من قبل ما حمادة يخش الحضانة أو المدرسة، من قبل ما حمادة يبقى محتاج بامبرز أصلا. اكتشفوا إن حمادة وحسنية دي الأنثى الجميلة يحتاجون إلى احتياجات أساسية. نمبر 1، المشاعر. احضني، هشتكي، شيلني، رضعتيني، طبطبي عليا لحد ما اللبن يعمل، مش عارف ايه، حاسبي احسن يشفط، لا حطي كده عشان ينزل كده، لا شيل كده عشان لما تيجي كده كده يعني. تمام. محتاج حنية وتلمس جسدي، واعملي منه شوية، اعملي كده عشان وانت بترضعيه، وبتشيله في عين وانت بتأكلي، وقولي له يا اختي بطي بطي بطي، ولا بودي في خدودي وتعيشي، وبيطلع ابن عاق في الآخر ايزي جدا، بيتجوز واحدة بيرميك انت قدام المسلمين وبيمشي وراها عادي. والأنثى نفس القصة، ولكن 3 4 شوية حبات كده زيادة من الأنثى بقى، كتلة بقى مشاعر بقى، اديني بقى حب في 12 واعجاب في 13، شوف السماعات انطرت ازاي. وبابا بقى يقول لي كلام حلو عشان ما نحتاجونيش من بره، وماما تقول لي يا اختي كمينة بتموتي قوتي، تقعد بقى تعملي في تسريحات وتحط لي في يونكات وتجيب لي فساتين وليلة زرقاء. هذه الطفولة السعيدة التي يتم فيها تلبية احتياجات الطفل اللي هيواجه المجتمع لسه هيكمل عليه بالجزم قدام. ما بيحصلش، ما بيحصلش، دي صراحة مع بعضينا. وهنحاول ندي شوية حاجات كده بسيطة، مش هنتكلم على العلاقة السيئة، هنتكلم إن في برضو حاجات بتبقى أقدار. بابا مات، هنعمل إيه؟ ماما طبعا شالت كل حاجة، ماما طاقتها اتقلبت، ماما أنوثتها راحت، ماما بقت الراجل والست، ماما بقت الأب والأم، ماما وسطنا واللي جابه. أوكي. فلا تتوقع أي حنية وأي رحمة وأي تفاهم وأي خلق لأي حاجة، ان انت اصلا تكبر تبقى شاب حلو كده في الثلاثينات، ومزه جميله كده في الثلاثينات، تكتشف ان انت اصلا مالكش خلق تنزل تشتغل تصرف على نفسك. خد بالك، ماما بقى اللي جابت الموضوع من اول واخر، او العكس، بابا من كل حاجه، لو ماما لا قدر الله توفت. حد سافر، هاجر، هرب،
عشان الليف بقاله 32 سنة مرجعش. بتحصل، بتحصل، متسألنيش ايه السبب بس بتحصل. طيب اكتشفوا ان هم غلطوا في اختيارهم وقرروا يتطلقوا. طبعا ده بيطلع على عين حمادة، عشان هم بياخدوا حمادة السلاح في هذه العلاقة اللي عايزة الحرق من أولها. عشان احنا في فترة الخطوبة قعدنا نقضيها خروجات وكلامات وهدايا وبتاع كلام ما القفا بيبان بعد كده الكتاب. اسمعي مني، ركزي ركزي، خدي والبسي ومش أي حاجة، بس ركزي برضو وشوفي كده أبو محمد بيقول ايه. عشان بعد الجواز رأي أحمد هاني لما تبقي مفسوخة شايلة الدبلة تبقي ما طلقتي اللقب يودي في حتة تانية. احنا أصلا في المجتمع عسول لزوز كتكوتة بتبوتة. طيب يعني بالصورة بقى. فمن هنا ومن هذا المنطلق هذه أسرة انهارت، غير متزنة، غير سوية، في ركن، في جانب، في عمود وقع اتدمر في نص البيت أو ربعه راح. فما تكلمنيش في أمان، وما تكلمنيش في اتزان، وما تكلمنيش في احتياجات عاطفية، وما تكلمنيش في صورة سوية عن الأب. ده بيجي على البنت أصلا مش عارفة يعني إيه راجل، شكله إيه، نوعه إيه، لبسه إيه، نبرة صوته عاملة إزاي، تفكيره. فبالتالي حبيبتي لما تكبر هي حلوة من بره، لكن أجرى الجرارة بتاعها من جوه يعني تلاقي ميه ملية في بركان ممكن يفقع في أي لحظة. انت ذكر طبعا حبيبي غلبان برضه، بتنجذب للمنظر فتقول أيوة هي دي. تتجوزوا بعض جايين من تاريخ اسود انتوا الاتنين، بتطلعوا ترابنتين بعض في الجوازة، فبنكتشفوا الخطيئة اللي احنا وقعنا فيها، لأن احنا أصلا ما كلناش دش بارد حتى قبل ما نستعمل، مش جهزنا للجواز. انت ما حلقتش دقنك أصلا قبلها. المهم، ده بالنسبة لغياب الأب، عدم وجود الأب. ماشي، الموضوع ده رغم انه مؤلم ولكنه في سنة عاطفة ورحمة. ايه هي؟ ان بابا مش موجود في الصورة لسبب لا يعلمه الا الله. فاهمني؟ اتوفى، سافر، خلع، هرب، اتطلق، سوري اتطلق، كمل دوره بقى وهو منفصل مع امي، او خد باله في اسنانه كده. ارحمنا، بابا مش موجود، ففي ايه؟ في فراغ، في عدم. النموذج ده بالنسبه لي انا انه لا رحمه. اي أيوة والله انه لا رحمه، وان انا عارفه ان انت، انا عارفه انت زمانك بتطفي، شايفك، شايفك، ربنا يسامحك، ربنا يسامحك. كده عن جرح انا اسف، كلنا والدين بالكسب. هيا هيا خدي من جيل بربري، خدي راحتك. ليه هذا النموذج رحمه؟ لان في النموذج اللي انيل منه، اللي هو ايه؟ سؤال وجيه، حب الناس الذكيه المتفاعله، اللي هو ان بابا موجود، موجود، عايش وسطينا، بشرهم كل يوم، بنشوفه كل يوم، قاعد معانا في نفس البيت، نفس المحافظه، الشغل ساعة رايح وساعة جاية، ولا ساعة ونص ولا ساعتين، والله ما فرق، ولكنه مش موجود. إنه لشبح. تيجي نشغل صورة البقرة، بخر البيت عشان نطرده من حياته. انهزم، اتطعن في رجولته، فقد ذكورته، حصل الخلل، مامته واخواته البنات حاطين عليه، ابوه دمره، اخوه الكبير مستجله، اخوه الصغير رامي عليه اي مصيبه بقى، اي مصيبه بعيده عن دماغنا. الام او الزوجه طلعت غير صالحه، ست سوسه، نرجسيه، لئيمه، تينا بينا كانتينا. المهم اني بابا راح ولم يعد. حضور الاب في البيت وليس الجسد، يعني حرفيا فعلا نكرم الميت ده، احنا اكرمناه وهو اكرمنا برحيله. وسبحان الله يا اخي، عشان ماسكه كتير اشرب بق. هذه ضربه فين من هنا مش شايفه. ولكن يا اخي هناك من يذهبون وبيتدفنوا وبيتحط عليهم التراب ولكنهم حاضرون. احنا قلنا بقى ما نركزش على النحو، بقى ما نركزش على النحو. وهناك من هم حاضرون ولكنهم ليس موجودون، فحضورهم جسد، ولا في روح ولا مشاعر ولا فكر ولا طاقة ولا نيل ولا زفت على دماغنا،
ولا تفاعل إنساني حتى. يعني بابا دايما كده ساكت، هائم، هائم لائم، معرفش يعني ايه، يسبح في الفضاء، الا وهو سقف البيت، تحسه كده مشي كده، فاهم، بومه كده. شوفوا بس من داخل الحمام يعمل كوبايه شاي، رايح اللي مش عارف ايه، بيغسل ايده بعد الغدا، داخل يقيل شويه ساعه العصر 7 الصبح وقت الشغل كده. كده تحس ان هو بيعزم علينا حياتنا كده، بيلغوشك اكتر ما انت بتلغوش. مش هنا كده معلك شايف كده ليه؟ انت مش في ايه؟ بس هو في بابا. انكر ان بابا مش موجود. هل انت حاسس ببابا؟ والله ما حصل. هل انت حاسه بوجود بابا؟ والله ما شفته. عدم. كنت كلت اطفحه. مفيش. هو مش موجود. نرد على الانثى. اختيارات زباله، حياه مقرفه، إيه، مشاكل في الشغل، في الصحه، في العاطفه، في العقل، في الاتزان، في القرارات، في كل نيله في حياتك. لانه هو اول ذكر، واول رجل، واول مشاعر، احتواء وامان وسند ودعم، واول من بيصرف، واول من بيحتوي، واول من بيلمس اللمسه الذكوريه الحنونه الابويه المحترمه. اول كل حاجه. اول بسم الله الرحمن الرحيم. فلو مش موجوده، صدقي والله المهم. طبعا ده بيتفرع منه بقى، ما كانش فيه تشجيع، ما فيش برافو. الحمد لله اتعلمت من الغلطه اللي فاتت وعملت بتاع ظبط. استنى كده. الحمد لله مفيش حاجه، مفيش حاجه، كله كان فاضي. إيه إيه بقى مثلا، مش وحشك، مش مثلا مفتقد الدعم، الأمان، الاتزان، الاستقرار، حسن الاختيار، اتخاذ القرار السليم، القدرة على الإيماج، جذب المال، مقصودش الجذب اللي هو إيه، جمع المال، أنا أعمل حاجة مادية مالية، فاهميني؟ شوف كتمنى ده. ما في خلل برضو، خلل في الهوية، في وضع الحدود الصحية، في العلاقات الاجتماعية المتزنة. خربان، بص سيول اديله. ودي رسالة لكل بنوتة، لو في يعني بدأت الموضوع درجتين وبتشتغل أو عارفة أو بتتعالج أو بتبدأ في موضوع اللي هو ثم عالج جرح الأب، بس مش عشان عندي جرح الأب أصلا، مش هنا. انتي بيكون عندك جرح الأم بلس متطفر زيادة نزل عرض على جرح الأب. عشان دي بس يعني معلومة غايبة عن بنات كتير قوي، وبتوقعهم في انتكاسات كتيرة جدا، وهم بيتشافوا من جرح الأب، وهو جرح عميق وغائر يعني. ولكن الأصعب والمؤلم أكتر منه جرح الأم، لأن هو مش بيبقى مكتشف. هو انت ما بتبقيش عارفة ان ماما ظلمتني وجهتني شوهتني بهدلتني، بمجرد الكلام بس اللي هي رددته. مش هقول لك بقى افعال، مش هقول لك سلوكيات، مش هقول لك اجراءات كميه، مش هقول لك بهدله في المحاكم، مش هقول لك فاهم. في امهات بتبدل بناتها في المحاكم، بس اللي بتيجي تتصدم عندي انا بس يعني شغاله مع منى العراقي، مش فاهماكم. هي خلصت بس احنا بنمصمصها. المهم، نفس الجانب على النقيض الاخر، الشاب العزيز الحلو الجدع ابو عيون جريئه، معانا اللي متمرمط معانا، اللي متبهدل معانا، اللي بيشاء القدر ان احنا نقابله في الشغل ونعجبه بيه. خلي بالك انتي رساله الى احدهم. لو بيبقى عنده مشاكل مع مامته، زي بتاعت بابا بالظبط اللي عندك دي، غايب بقى، متوفي، مسافر، هرب من البيت، طلق ماما، اتجوز عليها سابها، ايا كان الحوار، او موجود ومش موجود، كلهم بيدوا في نفس العلقه. هي دي برضه كانت اول انثى في حياته، اول مشاعر حنيه في حياته، اول حته طريه في حياته، وهو يا اختي كانت كوتي بوتي موتي، ولا هو عرف يختار يعني، فاهمه؟ اول لمسه طيبه حنيه، طبطبه،
تلامس جسدي، نلعب له في شعره، نلعب له في حواجبه، نلعب له في دقنه. طول ما هي قاعدة الأم بتبقى فرحانة بالولد أوي، كلهم عندنا بيحبوا الولاد. آه، أول أنثى كان بيترتب عليها طرق التعامل السليمة أو النرجسية أو المؤذية أو المتخلفة عقليا اللي بتيجي في البنات والستات اللي بعد كده، أو بيجي من وراها فقدان الأمان، وإن الست دي خطر، وإن الست دي نرجسية، وإن الست دي اوعى تثق فيها، وإن الست اوعى تستشيرها، واللي بيمشي ورا شرطة الستات، عشان بس هو المثل يعني كلام مش هينفع نقوله هنا بس هو معروف يعني إن هو كلامهم بيجيب ورا يعني بيأخر. في كتير منهم بس مش كل الستات يعني. في وسط هذه المعمعة وشاب بيحصل معاه نفس اللي بيحصل مع البنت، هو نفس الكلام بس اللي ليه بقى على ايه، ذكر او شاب او رجل الناضج، طبعا مش ناضج ولا حاجه، ما عندوش بتاع عاطفه اصلا، اسمها الانثى بقى. نفس المشاكل اللي بتواجهك برضه ما بيلاقيش بنت الحلال، ما بيلاقيش المحترمه، ما بيلاقيش بنت الاصول، آه، ما بيلاقيش برضه اللي عايزه تستقر واللي عايزه تتجوز، مع ان طبعا بالنسبه للبنات التمام دي حاجه ايه ده جميله جدا. دي تبقى تطلع بيبي دي بتفكر الناس كلها عايزه تعرف تتحب وتستقر وتتجوز عند حضرتك كده، يبقى لك وجه اقعدي على جنب، أنا عارفة إن أنتِ قاعدة على جنب، خدي جنب عن جنب واقعدي على جنب بقى، عشان هي مش ناقصة. وبيبتز وبيستغلاه ماديا. وفي برضه البنات اللي هي يعني ربنا يهدي ممكن يقع برضه في 5 6 حرمانيات. الدنيا بايظة، الدنيا بايظة عنده لأن المجتمع فاتح له الأبواب ال7 على مصراعيها، اللي هو كل ما شئت وكل ما طاب وبص خربها خربها وطوب في الآخر. يعني أنا عارفة النصيحة المنيلة دي، وفي كتير بيتريقوا على اللي بيلحقوا يتوبوا. في وسط هذه المرمطة وقلة القيمة بيكون موجود أخ، ده لو فيه يعني في هذه الحالة. فهنا الأخ الكبير يعني على حسب بقى، يعني لو الأم بتلبسه دور الأب، بعد كده تبتدي تعمل معاه إن هو الزوج، بعد كده لو انتي الصغيرة أو انت الأخ الصغير تبتدي برضه تلبسه دور الأب، فاللي هو اللي يرشدك ويوجهك ويضربك بالجزمة لو غلطت ويحل لك مشاكلك ويسد لك ديونك. برضه متفقين سواء بابا غايب حرفيا جسديا مسافيا او حاضر بس فكريا روحيا مش معانا، هي. ونفس القصة لو بنت الأخت الكبيرة فبيبقى الأخ اللي هو الأصغر أو الأخت الأصغر بتبتدي تتعامل معاها بنفس الطريقة إن هي مكان ماما بيلبسوها دور الأم، والأب برضه بيعمل معاها نفس القصة اللي هو أنت بقى ست البيت صاحبة البيت، أنت حبيبتنا، أنت دنيتنا، أنت الفلة بتاعتنا. دي بداية المرض، دي بداية المشكلة، دي بداية المصيبة السوداء، دي بداية إن أنت بعد 15 21 سنة كده ولا حاجة ما تعرفيش نفسك، مش عارفة انت مين، مش فاكرة اسمك ايه، حاسة ان شكلك غريب، بصي في المراية انا شفت الست دي في حتة قبل كده بس مش فاكراها، مش الملامح هي عدت عليا بس انا مش فاكرة. بتنسي ستايلك، بتنسي مكياجك، بتنسي دلعك، بتنسي النص، بتنسي حالك دي فقدان الهوية. انا مش فاكرة من هي دي، بصي كده بحلقي من الست دي والله ما فاكرة، والله. نفس القصة للرجل، وليكن يعني بعيد عن السمين بيبقى عليه طبقات كده اجتماعيه، هم فاتحين له على البحر في حاجات وقافلين عليه في حاجات، فيعني جابوا الراجل خلوه عقل. اختي عزيزه اللي بتدور على الراجل السوي طولي بالك معاه شويه عشان شاحين 3 4 حبات في السوق، نتعالج احنا الاول عشان ندور على راجل سوي. لا اله الا الله. نرجع تاني. تمام. آم، فمن هنا بتبدأ خريطة المشاكل، وسلسلة بقى التوتر والضغط والتشتت والقلق وعدم النوم بعمق وعدم التركيز في الصحيان. آه يعني عندك ب14 ملازمة
انت لازم ترضي الآخرين، انت لازم متنفعش تقول لأ، انت لازم ان انت تقوم بكل الأدوار في حياة أحدهم إلا دورك أنت مع نفسك، دورك أنت الحقيقي مثلا في هذه الأسرة. لو أنت أب تبقى بس أب، ولو أنت ابنة تبقي بس ابنة، ولو أنت زوجة فأنت زوجة مع الزوج، ولو أنت أم فأنت أم مع الأبناء. يعني احنا عندنا خلط ابن لذينة يعني. فدي نقطة مهمة جدا. آم، ولو أنت وحيد مفيش أخ ومفيش حد، هما ابتدوا يلبسوه الموضوع ده، يعملوا عليه إسقاط يعني، أو يحاولوا يسدوا بيه فراغ خانة معينة. فأنت بتلبس أنت كل حاجة مع حالك. وفي برضه حاجة بتبقى مؤلمة يعني. عارف الجملة بتاعت الضرب في الميت حرام؟ ده اللي بيحصل مع الناس اللي أنا هتكلم عليهم دلوقتي. أسرة من 4 أشخاص، أب وأم، ابن وابنة، بغض النظر عن الترتيب، بس أنا هقول ده كان مثال شبه يعني. بابا اللي هو اللي احنا قلنا عليه، مع ماما اللي هي اتقلبت ضد طبيعتها 360 درجة. فبقت هي الراجل وهي السند وهي الأمان، بقت كل السلوكيات الذكورية الرجولية المفروض تتعمل. ففقدت أصلا هويتها الأنثوية، فبالتالي البنت الصغيرة طلعت مش أصلا المرأة، هي فكرت إن هي دي طلعت لقيتها قدامها، وهي أصلا مش عارفة إيه هي هوية الرجل الصحيح المتزن الحلوة وعيون جريئة. لأن هو بابا كان حاضر جائب، هو موجود بس مش معانا، مع إن في أخ كبير أو أخت كبيرة، ويبقى مثلا الولد هو الأصغر، الابن الأصغر، فيبقى العكس. تمام. بس احنا هنتكلم عن اللي أنا لسه المثل الأساسي ده اللي هو ده، عشان ما نقعدش بس ندي حاجات كتيرة ونتشتت بعض. بيجي بقى وقت إن الأخ الكبير أو الأخت الكبيرة، الأخ الكبير بيهرب، بيخلع، بيطلع من دوره الأساسي اللي كان المفروض يعمله كأخ كبير، ومن الأدوار اللي هي ملبوسة له، زي اللي محطوط على قفاه يعني، وبيكت. فكله بيروح ال4 حيطان، وقع على الصغير. يعني قلت مثلا معلش بس عشان الموضوع ده مهم جدا اهو، هيبان ماشي اهو. انا هجيب دي اهي، شايفها حلوه منوره دي في كل موقف بقى، عشان ما دنش كتير على دماغك، عشان الناس اللي بتنزعج من الاصوات وانا منهم اصلا. شعور ممتع، شعور تحفه، شعور ملوش وصف، شعور يعني بص الشلال اللي في الدنيا كلها. دي بتبقى حاجه مؤلمه جدا، مقرفه جدا، زباله جدا، متشعبه جدا، متضفره. عارفين الضفيره اللي هي بنعملها على 4؟ وفي واحده تانية اللي هي السنبله دي، بتبقى واخده بقى خسل بقى وبتبقى رفيعه، مش قادره اقول لك. هي العالم. كان ده شيء مقرف. لو انت معتقد ان انت هتخلع من الموضوع ده، احب اصدمك اقول لك لا. ولو انت معتقد ان انت هتفضل عايش سليم او متزن او معافي وانت عندك الموضوع ده مش لاقي حاجه تعبر، عشان هي كلها حاجات مش محترمه. بس انت اكيد جات لك واحده منهم في الموضوع، بنت السوسه اللي بتضحك ورا دي شايفاكي. المهم، بس هو كده كده يعني، عارفه وداير علينا كلنا، في اسر كتير قوي في اللقطه دي. تمام، ده المنظور. فتحنا الستاره اللي بنتكلم فيه، شفناه. اه، حد فيه شايل مسؤوليته؟ لا. حد قايم بدوره؟ لا. حد بيعمل حاجه في القعده دي؟ لا. بلس بقى الشكوى، قله المال، يا سلام بقى مسؤول عن الدخل اصلا ما بيكفيش، الدنيا بتغلى واحنا ما فيش، جه سفر، حالة مرضيه، جواز حد، طلاق حد، خلفة حد، نيلة حد، تعليم حد. الصعاب بتضرب في 24 24 24 24 24. انت عندك بقى كام 24 عشان بس الكادر مش هيكفي. الدنيا خربانه. تيجي انت بس سيب لي الفيلم الهندي ده، طلع انا فاقد الشغف. ايش فاكر القعده؟ صدقني اسمعني، انا بنصحك نصيحه ليك، عشان لو لمحتك
او انا مش عارف ليه بقيت كئيب، او الحزن مش سايبني، بقيت غضبانه، انا بقيت مش عارفه ايه، انا ما كنتش كده، انا انوثتي انهارت، انا مش عارفه، انا اتجوزته قال لي هعمل لك كاوتشين خلاني وانا انسي، انسي، اوعي تعترضي، اوعي تصدقي، اوعي تقتنعي، اوعي تمشي وراها. نفس الكلام الشاب الحلو اللي قاعد معانا، عشان ده بيجيب خربان على الخربان. ليه بقى؟ سؤال وجيه. انت بتكتشف ان هم كلهم طلعوا يجوا وهربوا المسؤوليات ولبسوها لك. طب ما اخلع انا كمان، شيل الهودي الاوفر سايز اللي انا لابسه ده، وكنت مع اللي كت ونجروا مع اللي نجروا جروا، اشمعنى انا؟ سبحان الله، سبحان الله، ولا اله الا الله، والله اكبر، وحسبي الله ونعم الوكيل. هم عارفين نفسهم. معلش انا من النوع اللي بيندفع وبيتعاطف بالكبير، بيجي على دماغي عادي في الاخر، بس مش مشكله، اقول برضه لمحدش. يلا الموضوع ده خلي بالك انت، فكر ان انت تهرب، فتجري، تستخبى، تشوف لك شغلانه بعيد، تهاجر، تسافر، تشاور، تلاقيش حد بيوقف لك العربيه، تتجوز واحده، تطلع عليها العقد، اعيش بقى معاها قصه الحب ده ما عشتهاش، ابقى انا بقى راجل البيت وهي ست البيت، ونوزن الدنيا، حاول تصلح معاها علاقه نتنا الاسريه، الزباله المعفنه المكمكمه اللي انا جاي منها. مش هيحصل، انت ما حلتوش مع نفسك اصلا، طلعت بتجري يعني تحل معاها. والضحك بقى اللي احنا اصلا لما بنبقى في الحاله دي، بنجيب برضو الست دي او البنت دي ايا كان يعني، ما تركزوش في رأيكم، ايه عندها نفس النيله، نفس النيله يا حماده، هي نفس النيله، اقسم بالله، اقسم بالله، هي اختك التوأم في القصه، بس ما عندكش استعداد، ما تتناقش، وما تتناقش ده اساسي، مش بتتناقش عشان مفيش ماديات، يا ريتها جت على دي، يا ريت كانت هي دي الحجه الاساسيه. ما تتناقش عشان مش هينفع يا حماده، وهنفشل يا حماده، وهيخرب يا حماده، وهنتطلق يا حماده، مصاريف يا حماده، ومتضايقين عشان نفتح البيت، وبعد كده بعد كده تبص بقى تجيله بقى، لف بقى لف، انا عايزك تلف، وبعدين مش هينفع. واختي العزيزه اللي راح تاخد حب وحنان من الاستاذ اللي ما شافوش في حياته، حطي عينك في عيني، قولي لي انت مصدقه، قولي، قولي عشان حضرتك بالطبع اللي انا لسه بيع على الفنجان ده، ناقصاكي بقى، ناقصاكي حب وحنان، حب وحنان ايه؟ ركزي في امه، شفتي امه عامله ازاي؟ شفتي امه عامله ازاي؟ شفتي امه انت عامله ازاي؟ شفت اخواته بيعملوا ازاي؟ انت ما دخلتيش البيت، انت قابلتوني في الكافيه، هي احنا قعدنا سنتين مكتوبين. اسكتي، اسكتي بقى، مش وجع دماغك بقى على البيسه بقى، سنتين ايه؟ شفتي البيت، قعدتي معاهم، شفتي الأسرة، احتكيتي بيهم، ده شايفين المناسبات والمواسم، والشوكولاتة راحت، ومولد النبي بتاع اسمها ايه دي، حلاوة مولد النبي تقريبا، المهم ده كلها حاجات كتير مع بعض دي. دي مش تعامل اجتماعي يا أمي، دي مش حاجة بنحدد بيها السجن اللي احنا داخلين، انت خارجة من واحد، هتروحي فين؟ هتروحي فين؟ يعني هياخدوكي من طرح هيودوكوا في ايه؟ اسمها ايه الكلمة كده، مش موضوع، المهم الليلة كلها خلوها. طيب، فده بيبقى رد فعل طبيعي، هجوم، هروب، العقل بيحاول يلاقي حل للمليطه اللي احنا فيها، بس لو انا الدنيا عندي متمليطه، فانا بمليط على المليطه، فانا ما حلتش، انا مليطتها زياده بس. دي بس الحاجه المشهوره في زوري، محتاجه قوي ان انا اقولها واتكلم فيها وبشده، عشان انا اصلا مصدقه عامله كارج اتنفس، محتاجه ان انا اقولها، انا كده قلتها اكيد ان شاء الله هبقى اهدى وارتاح واعرف اتنفس. ده بالنسبه للبيت. خلاص بقى نطلع عوضنا عليه كده. طبعا اللي بيحصل انه ما بيروحش، انه بيروح في العقل الباطني أهو. بنروح بنجسده في الشغل، بنروح بنجسده في الحب، بنروح بنجسده في الجواز، بنروح بنجسده في الجامعة، زي زميلي حبيبي خطيبي بتاع بتاع يا ده اتجوزنا، هي البيت خلص. مديري بقى، زميلي في الشغل، زميلي في الكلية، جارنا اللي قصاد مننا، الليلة خربانة. بيبقى الموضوع بقى أمتن، بيبقى العيلة بقى، جيب بقى عيلة بابا تلاقيها كلها حلويات كنافة يدوي، مش آلي عشان بتفرق، ركز في التفاصيل، يدوي، ليه يا عم بيقعد يعمل كده دي؟ عارفة؟ يروح مجمعها كده بايده، وانت اصلا مش عارف اغسلها ولا لا، ولكنك بتعشقها وبتدفعها عادي جدا، انت مش فيها بقى ايه فيه. م? الناس اللي بتقعد تنافق نفسها اول حاجه دي، انا بخرب.
الله بقى لو خليتك كلها بنفس الايميل، الله الله بقى بقى تكتب نفس اللي فاهمة. على رأيي كان محمد صبحي نحن النسوة قبل فريد بتعملي اللي اسمها ايه، نادي مطلقات الكوربة ولا كان بحاجة كده يعني فاهمة، لو أرامل مش فاكرة بس هي كانت بتبقى كتير فعلا معبرة يعني. بتلاقي نفسك عبارة عن اتحاد كده الدنيا خربانة فيه. دي جوزها بيضربها، دي جوزها بيصرفش عليها، دي معلقة، دي مطلقة، يعني الليلة بايظة، الليلة بايظة. بس كلنا بنقعد في التجمع العائلي بنقرا ربع، عايزين كده قدام بعضينا، خدنا تسويرة مفهمش ايه، دي سعادة غير مبررة واحنا مش مفهوم. وفجأة واحنا قاعدين مع بعضينا كلنا رجالتنا بتعملنا احنا معاملة، مين اللي مضروبة على قفاها ما تفهميش، ما تفهميش. انت لسه شايفة اصلا جوز خالتك دلق في وشها كوباية الشاي سخنة موحوحة، اللي هو تعالى يا حبايبي وحشين يا عاملين ايه، الحمد لله على السلامة، ما تقعدوش مع بعض ليه، انا مش عايزين نشوف الخلق الكريم، ساكتة ساكتة. في جوازات بنات خالاتك خلانك تروحي عيلة بابا تلاقي اللهم صل على النبي، تروحي عيلة ماما اتنين اللهم صل على النبي، الدنيا خربانة، الدنيا خربانة. جيت قال لي اصل انا مش هكسب حد سوي، هنجيبه منين؟ يا بايظة، احنا قاعدين بخيمة في الصحراء مش لاجئين، لا لا لا، ده احنا خربانين تايهين معدومين من الحياة يعني. شغالي فص، عايزاكي تشغلي فص وتركزي معايا. هاتهالي ازاي، ازاي معاك تاني معلش، معلش نستحمل بعضينا. الأساس يا أمي، الأساس يا أمي هنبنوا على إيه؟ هنبنوا على إيه؟ معانا مهندس مدني هنا؟ أساس بسيل حديد كتير، عشق عشق عشق، اديها أسمنت اديها أسمنت اديها أسمنت أسمنت. حافرين على عمق سليم صحيح مظبوط 100 متأكدوا من الأرضية، مش على الأرض الزراعية دي ومتجيش عليها، تخلف عقلي مفيهوش مثيل. مصدومة إن هي قايلة للسكوت. ضغط يا بنت ضغط، حسي بيا يحس بيك ربنا. المهم برضو صحابك نفس الوتيرة، لأن انت أكيد مش هتنجذبي لإنسانة سوية عايشة حياتها تمام، مش عشان انت هتحسي بالغيرة من ناحيتها، وده الموضوع مفروغ منه، عشان انت هتحسي بالقهر من ناحيتها. وهي باباها بيعملها كويس وهو موجود في حياتها، وهي اخوها الكبير بيرعاها، وهي عندها اللي بيوديها ويجيبها، اصل هنا البنات ما بتخرجش لوحدها، اصل هنا عندناش بنات بتشتغل، اصل احنا مش بنعمل معاها، وانت من 6 ل6 تاني يوم بره، تعملي عشان بس تجيبي حق اي حاجه. ليه؟ لاني فعلا حقيقي مفيش اللي يصرف عليا، فانا لو ما طلعتش اشتغل مش هلاقي اللي أكل، مش هلاقي اكل، مش هلاقي اكل، مش هقول لك بس كيلو ونيل وزفت ولا اكل، بس كل يوم خليها طاقه، انا راضيه بقى خليها طاقه لمده 30 يوم. انا يعني مش كل البنات اللي بتشتغل تمد دموعا بلالينا، انا حضرتك واخده على قفايا جاهز. قفا اسري، للاسف القفا الاسري ده غير اي حاجه، غير اي حد، غير اي منطقه، غير اي بص، ما تتكلمنيش بقى، ما تتكلمنيش لو انت ما جربتوش، ما تتناقش معانا، ما تقعدش وسطينا، خلاص عشان هي مش كلهم، ليس الجميع يبحث عن الحريه، ليس الجميع يبحث عن المثاليه والرفاهيه والكمال، ليس الجميع بينزل عشان السكين كير، وليس الجميع بينزل الشغل عشان تجيب عريس، فكك احنا مش شايفين قدامنا اساسا. انت مفكر ان انت هتيجي تبهدلني انت ومامتك، انا مامتي عامله الواجب فاطلع بقى. مش ناقصاك يا كابتن، مش ناقصاك. الوقت الحلوه العزيزه اللي ما شافتش يوم حلو في حياتها جايه للبشمهندس اصلا، اللي هو حرفيا مش لاقي ياكل، معلش يا صديقي بعتذر لك، عايزين نروح ونجيب ونسافر شهر العسل. بجد حطونا في موقف بسبب كنتوا يتقال علينا كلام زي الزفت، عايزين واحد بعيد شاف روح فين كده. ترتيب أسرة، بابا ماما، إخواتي اللي موجودين، وحيد، بعد كده العيلة،
هنا اللهم صل على النبي، هنا اللهم صل على النبي. العيلتين، عيلة بابا وعيلة ماما، ممكن تبقى عيلة ماما بس، ممكن تبقى عيلة بابا بس. يعني بيبقى في جانب واحد مش كويس، يعني مثلا زي بابا غيابه. واحيانا بناخد الافعى يخلص من، فبيبقوا في اتنين، بيبقوا بابا وماما، فبيبقوا عيلتين بابا وماما، فبيبقوا الجدتين بتاع بابا يعني. فاهم انت؟ المدرسة بتكمل، الشغل بيكمل، الجامعة بتحضرك كده، بتقابل البنت جميلة، ولكن زي ما احنا قلنا في الأول إننا بايظة. تمام. تمام. فطبيعي طبعا مفيش علاقات، يعني مفيش صحاب بيدعموا، ولا جيران بيراعوا، ولا زميل في الشغل بيشيلوا، ولا مفيش حاجة. نفضل يعني واجدين هذا كتلة الألم التي ليس لها وصف، بنقعد نلف بيها على أمل إن حد فيهم يطبطب علينا طبطباية تذيب هذا الجليد الذي تجمد ولم الأطراف. ما بيحصلش مدة 3 ثواني، بعد كده بتكتشف إن إحنا دخلنا على قفنا عليه. فبالتالي لما إحنا بنحاول نكت من كل ده ونشوف بقى شريك حياة، خلي بالك أنت، الدفى بقى والأمان والاستقرار والحلويات والصينية المكرونة بالبشاميل وإحنا راجعين بقى من الشغل سخنة ومعوقة كده لسه طالعة من الفرن، محتاج مجهود وتشاشي وتعاشي ونعم لما انت اصلا بتوصل ده لو يعني برافو جدا 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 لما توصل يكون انت اصلا جات لك امراض الدين. فانا اسفه تكون الجيل الصالح ليك، ما تقلقش مش لوحدك، احنا كلنا معاك، ستات ورجاله، في هذا القفل. مش عايزاك تاخد الموضوع بشكل شخصي. ومن هنا عزيزي الرجل عزيزتي المرأة بتبدأ الشعور بالوحدة، الغربة، عدم التجذر، إحساس إن أنا كائن فضولي جاي من مجرة تانية. الجزء مش قلت فعلا جيت في وقت غلط تواجهكم مرة تانية. عن نفسي لو مشيت مش راجعة. بتلاقي طبعا يعني استحقاقيتك طبعا نيتنا أظن واضح. ما بننجذبش لحد سوي، بنخاف من الناس السوية، بنشوف إن هم أقوياء مش مفهومين غير مبررين. اللي هو إيه اللي بيحصل ده؟ إيه اللي أنا شايفه ده؟ فالموضوع بيتنيل بصراحة. بس الواحد عشان السكتش بيشارك معانا بصراحة. المهم، فبتبدأ الحوارات الحلوة دي كلها لما بتبوظ خلي بالك انت، التجذر بقى، فقدان الهوية، فقدان الشغف، ده مرحلة الهواية. مرحلة الهواية بتاعت الناس اللي بتتكلم على الشغف، سكوتش 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 سكوتش، بيشوف اللي وراه. نفس المواعين اللي في المطبخ، بس مش هتلاقي كف خماسي قفا خماسي من ماما زي كده دلوقتي. ماشي. فبتبقى العلاقات من التنيلة، الاستحقاقية، التنيلة 3 تنيلة. ماشي. أنا أصلا حاسس إن أنا يعني أنا من جوايا عارف إن أنا هي بيئة واطية، مش هنا ناس بيئة، لا مش دي كده على جنب. أنا بتكلم عن الموضوع إن أنا عارف إن أنا جاية من مكان مش متزن، مكان مضطرب، مكان فيه مشاكل من الدنيا، المكان ما فيهوش حنان، ما فيهوش أمان، ما فيهوش حب، ما فيهوش قبول، ما فيهوش قبول، ما فيهوش رؤية. أنا مش شايفك، أنا مش شايفة مخصم معاك، عارفة؟ مكان ما فيهوش اهتمام، ما فيش تقدير، ما فيش فخر، ما فيش احترام، ما فيش شعور إن مثلا ده إنجاز، ما فيش احتفال بالإنجازات. وفي انت مكستر واطي. وفي بقى الحته الحلوه بقى الجميله اللي الناس كلها بتعيش عليها، مش عليها شغل عالمي الايام دي او السنين دي بمعنى اصح. دايما 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 في حته عود كده، انت ابن عاق. بص، حته تقفل اي حاجه، تقفل اي مقدمه، تنهي اي، تخرب اي عقد، تولع في الدنيا وانت قاعد. والله العظيم، والله العظيم اديك واحده مش قولا، يا ريتها تتقلب باللسان وكنا خلصنا. اي والله انا بقيت الشعور شو قريت توكيدات الناس اللي بتقعد تقول لك انا بحبهم وبحترمهم، بهزر وما نقصدش حاجه. يعني
بصي في المرايه انا حلوه جميله انا فل انا اقول انا زهره انا صباره انا ورد احمر ماشي بلدي على الارض. بيجيب بس مش قوي. مش قوي العقل عايز ليه ملح. طول ما فيش ده يقول لك يا كداب يا كداب يا كداب يا كداب يا كداب. هيبقى في استمرارية، ثبات. كل يوم الصبح بعد صلاة الظهر اشتغل على العقل ان انت ابن عاق، ان انت بنت عاق بالمشاعر بالسلوكيات بالتوكيدات القهرية، مش توكيدات فك بتاعت المراية دي. ده المراية مالهاش لازمة، مرحلة تافهة. احنا وصلنا لليفل الوحش مش عليا. إيه توكيد لفظي مشاعري سلوكي كل يوم على الله كده. تقوم الصبح كده بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله، يا ربنا يحفظنا من الأذية على الصبح. خلقتك على طول مش كده حصل. دايما ملام مكسر واطي مالكش قيمة في الحياة، معفنة عشان ستي مواعين بكسر مواعين في الحوض ومشي. مش مهم بقى انت خدتي الدواء كنتي تعبانة واتشيلتي قهرتي خلصتي دراستك بس عشان المهم ان انت مكسرة، المهم ان انت واطية وزبالة ومعفنة ومش هتنجحي في حياتك ومش هتفلحي وجوزك وانت هتجي لنا تاني يوم بتطلع ورا بعض ورا بعض. مش ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ كل ده عشان كوبايتين اللي في الحوض من امبارح بالليل وانا طالبه مع امي نكد انا صايص كوبايتين من دول استني كده ما عنديش ورناش بعد 24 ما يمشي في البيت. ولكنها ليست حوارات المرأة. يعني في ناس بتفكر ان هو بس كده شغل ستات بقى. ما بحبش بقى الكلمات اللي بتعصبني دي. يعني كذا جمله كده شاركهم معاكم عشان بجد والله نفسي نبطل الكلام ده. هيفرق فلوس درجه في المجتمع اللي عايزه حرق يعني. شغل النسوان الكلمه مهمه جدا. يعني شغل النسوان يعني اللي هو ايه اللي هو قصدك ايه فيها كانت بتستخدمني ان انا في القعده وليها اسم الهرمونيات. هرمونيات اشتغلت هرمونيات ضربت. خلينا طبعا بعدين باحترام عشان قله الادب مش هزعل منها. مش حلو مش حلو بلاش. مش احنا ممكن نرد والرد مش هيبقى لطيف. وبعدين عادي يعني احنا ناسيين في المجتمع هو مفيش غير ذكر وانثى فاحنا مالناش الا بعضينا فليه الاهانه وقله الادب؟ ليه؟ ايه الهرمونيات دي؟ وبعدين البنات بقى اللطيفه اللي هي بتاخد المصطلح وبتتمناه. دلوقتي قالت انا انت اشتغلت بس انا طالبه معايا مكان. يلا جهز نفسك انا عشان انا انكد عليك. ده مش كوميدي وده مش ظريف. وحضرتك مضطربه روحي اتعالجي ما تلبسهالناش كلنا بقى عشان مش كلهم نكديين لان احنا كده عارفين مثلا ان الرجاله مش الغثايه. فلما نلاقي راجل رجاي حضرتك في عندك حاجه غلط. انت هذا الرجل عندك حاجه غلط حلها. روح حلها واجه المصيبه وحلها. انما تجيب صدمه للوعي للست ان ايه ده؟ رجاله ايه اللي بترجي؟ رجلي ده او ده رجلي الستات بقى هو ده مش رجلي عادي. او اللي هو اللي بيقول كل حاجه. عارفه يعني ايه راجل بيحكي لمراته وشغله في الشغل؟ الست تقول له بسحب منه الكلام بالعافيه ما بيشاركنيش اسراره ما بيقوليش ان هو مضغوط ما حكيليش ان هو عنده مشكله في الشغل. لا ما شاء الله ما كانت الدموع شغاله مع نفسها من الحبر لزق على ما دخلهاش ورق ما بتلحقش ندخلها ورق شغاله. في كميه الحبر دي فيه حتى رجلت اهدار للطاقه رهيب مش فاهمه مش مستوعبه ومش شايفه. فدي بلاوي فرديه. حتى لو كترت لو بقت 10,000 من مليون لو بقت 50 لو بقت 100,000 من المليون استيل لسه في جزء من المليون مش عارف يبقوا كام. 900,000 مش عارف ما علينا المهم. مش عارفه إيه الدنيا فيهم يعني تمام. فلو ال 100,000 خربانين لو ال 100,000 بقت رجاله بتلجي لو ال 100,000 بقت رجاله بتشارك اسرار بيتها على القهوه لو ال 100,000 بقت انا اسفه بياخدوا نصايح من صحابهم في حياتهم الزوجيه في نقطه معينه. مشكله ال 100,000 دول خدوش على 100 مليون او 110 عليا ب 200 نقفله مش فارقه. بس اللي الرجاله كلها بقت بعدين بس يقول لك اصل هرمونات الهرمونات بس الحاله جت لها اصل الليله اشتغلت اصل اللمبه ولعت. في ما بتمرش بضغوطات في حياتك
كان مهم أكتر للمرأة هو ترويج المرأة للموضوع ده واعتمادها عليه وتقبلها ليه وممارستها ليه. زي المرأة عندي سجل، هي بتؤثر. احنا لا ننكر دورها الكيميائي العامل الحيوي في جسدنا، ولكن ده مش تعريف لهويتنا ولا لشخصيتنا ولا لطباعنا. زي الناس الحلوه اللي لما بتتصنف مثلا اضطراب معين، انت عايزين شخصيه هنديه امور، يعني العالم مفيش، ما تلاقيش من كل السنة، وتلاقي ماشيه ما شاء الله بتسوق لنفسها كده تفور فري كده في الكومنتات والمداخلات اللايفيه، وقاعده بقى ايه بقى، إيه بقى مجازا الكلام ده ما حصلش طبعا، هي دي حاجات انا بسترسل يعني، بس انا بتكلم كمان. نورهان 32 سنه، باي بولر، المهم يعني انا مش شخصيه حديه، ده مش شخصيه حديه، انا حديه، انا هنديه، انا فرحانه. لا بامان، محتاجين نتكلم في الموضوع ده، ومحتاجين العاده دي نولع فيه ونقف لبعضنا وقفه احترام وصدق، عشان انت بتلاقيها دي واحده ست زيك، انت متعوده على ده متقبلاه في حياتك، ولا ده الشكل الكوميدي اللي انت كده ست متفتحه فكريا في شغلك اللي بتقعدي فيه، عشان احنا مش ناقصينك، كفايه البلاوي اللي علينا. وده اللي والله العظيم هو والله كله بيجي من هنا، كله بيجي من هنا، بس هو كله بيبقى مصمم اللي هو ينكر ان ده ما حصلش، مش موجود، مفيش اي حاجه، مش هنحل حاجه، نفضل كده ولا تفرقع في وشنا كده، الحق الجريمه الفلانيه، الحق المصيبه الفلانيه، الحق مش عارف ايه حصل في عز الظهر. هو الوقت ما بقاش بيفرق، يعني هي اصلا الطاسه اتحرقت، هي بقت خربانه. فالموضوع بيزيد لما بتبتدي بقى بتقبل العلاقات المعفنه في حياتك والناس المريضه في حياتك، مجرد ان انت عايز تعيش لحظه حلوه صادقه حتى لو فيها مشاعر مزيفه. وعلى فكره أنا احيانا كتير بنبقى واعيين بده وحاسين بده وقابلين وموافقين بيه، بس احسها كتله التليج. حاضر، مش فاهم. المهم فانا بنبقى حاسين ده من كتر كتله التليج اللي احنا بنبقى حاسين. تمام، فانا ببقى عارف ان هي مزيفه، مشاعر يعني فيك، واوقات كتير بنبقى عارفين اللي قدامنا انسان مش سوي، ولو كانت دقيقه وعي واحده على مستوى العقل الواعي، بس الباطن كده كده متاكد، وهو موديك ليه لحد عنده مسلمك تسليم ايجي، او كتب كلابيش أهو. بص عايزك تنفخه. في جزء بيبقى علاجي، هو يعني عايز يحللك الصدمه عشان نبطل كبت وقمع وهروب واللي هو لا ما حصلش، انا تمام، انا ما اتعرضتش لو فوق اسري، انا زي الفل، انا عادي، ناس محترمه، انا عيلتي علاج جنيه، احنا معانا 4 شهادات في المهم. دي نقطه. فبالتالي عشان طبعا ده يحصل بيتم طبعا ابتزاز بجميع انواعه، عشان ما نقولش كلام ملوش لازمه. ولازم الحدود كلها تتشال، طبعا ده ما بيحصلش في ليله وضحاها يعني، مع الاستمراريه. عشان كده بنطلع من العلاقات دي احنا بنسحب يعني. انا اسفه طبعا في المثال، ولكن للتوضيح، ربنا يحفظنا ويعافينا جميعا. حد عمل حادثه وبيعدي الطريق، الناس الذكيه اللي بتعدي على البحر ما بتستناش النفق، ما تنزلش النفق، ما تستناش الاشاره، هو هيرو زمانه ويروح بشيو، فتروح العربيه واخداه بشيو، بتلاقيه كان في الشارع بقى على الرصيف يتنطط. تمام، ربنا يحفظنا جميعا. نشغل ده شويه. إيه، بيبقى الموضوع ان انت طالع، الالم الجسدي اللي انت بتحسه بسبب التدمير النفسي والانهيار المشاعري اللي ضرب في الجهاز العصبي. عارفين انت مخك لما حد بيجيب له سكين كده بيكهربه بيجيب كده، نفس تأثير الصدمة دي. وهنا أحب أنوه على إنه كان يوم ما طلعلوش الشمس وحسبي الله ونعم الوكيل، يوم ما ظهرت كلمة نرجسي. أختي العزيزة، عزيزتي المرأة، عزيزي الرجل، هي علاقة مؤذية. كنا كويسين قوي لحد ما كنا واقفين عند توكسيك، كانت الدنيا تمام يعني، هما كانوا أغروها قوي لقد بقولك توكسيك، لا توكسيك اتس ريد فاج، اتس جرين فازي زفت على المجنة ومدوسة. نعم، ثانية واحدة، تدخل أسري، ده الأم. معلش أنا قلت نعم، نسيت أوقف قبل ما أقول نعم، حصل كده.
مش زي اخواتي يعني مفيش حاجه. كنا بنقول او الجرين والريد. فكانت لحد هذه الاريا كانت الدنيا تمام. شفت الاريا دي ده جنن. كانت الدنيا تمام. اوكي، بعد كده بقى في ناس حبت بقى تتخصص. تخصص بس شد سوسته وارحمنا. بس مش طالبه حاجه اكتر من كده، موضوع بسيط. اكل عزيز، الموضوع بسيط. اوكي. اوكي. اصله نرجسي، اصله سايكوباتي، اصله نرجسي يا الكافي، اصله بيضرب 2 كيك لفوق بيرجع ورا بظهره راجل مؤذي. علاقه سامه. كانت ليله سودا. نواجه نخلص نمشي نروح. بس سهله بسيطه اهي. سهله بسيطه اهي. حابه بقى تفضلي بقى 7 8 10 سنين في الليله دي، ربنا يديك الصحه والمال ويقويك عليها. حلي بعيد عنها. تجيش تحلي معايا عشان انا ست فعاله جدا وما اعرفش اوقف في الشغل. معلش. معلش. احنا عندنا عبء صعيدي غبي 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 يعني في الموضوع ده. ركز في الشغل. بتروح مننا مع ان محترمة في الشغل بس بتروح مننا، عارفه. ما بنستهدش وعينا غير لما بنرفعه دماغنا من الشغل. تيجي تشوي فيه حاجه اسمها غدا وكوبايه شاي مسكن عشان يبقى في الم يجي من بره عمال في الجسم. ليه بنعمل ده؟ حدود بقى طبعا بتنزل. بتزيد. بتزيد الاستمرارية في النيل على امل انها بس يحتاج ايه. رشه كمان من ريحه البرفان الحلوه وعيون جريئه اللي كان مفروش اول العلاقه ده. مستني الكلمه الحلوه، اللمسه الحلوه، النظره الحلوه. حته تقديريه. حته تفاؤلوله. حته فخر كده. نظره كده خلي بالك بتبقى في النني، تخش كده في النني. بتخترق الكيان والمشاعر. هي بدايه الخازوق، لازم تاخد بالك من الموضوع ده، لازم تاخد بالك من الموضوع ده. ولكن كان انسان، بس ما احنا لا اله الا الله. بنتكلم في ايه في بدايه انت مش معصوم من اي حاجه. مش معصوم من الخطا، بس انت مش معصوم من اي حاجه. يعني انت اصلا اتخلقت واتخلق فيك جزء الضعف. تقع وتغلط وتقوم وتضرب على قفاك وتقوم تقوم. احنا ما وراناش حاجه. احنا ما وراناش حاجه. احنا جايين هنا واخدين التجربه بنتقطع السلام عليكم هنخدوها كلها بكل افيانها. ما تفكرش ان في قفا هتهرب، والله ما هيحصل. والله ما هيحصل. ناخدهم كلهم كل انواعهم. تعمل بقى فيها فلوته وتكت هتاخده في الحته اللي انت كتت فيها. ما تعملناش فيها ايه برضه. عشان والله ليك لمصلحتك، مش عايز خد راحتك ما تقرفنيش. المهم كل ده بينهار. فبتلاقي بقى الحياه بصوره عامه بابا غنوجها كلها وقعت. كلها وقعت. الصحه. المعنويات. الفلوس. العلاقات، عشان هي اصلا اللي جابت عجل بالحياه، لان هي الحياه اصلا علاقات. الحياه هي التعاملات البنكيه. يسحبوا ايديها كل يوم كل يوم تيجي انا بتاع 7 10 18 مره في اليوم. كل واحد ومحفظته بقى، ربنا يدينا ويديكم. فالليله ليها علاج. انت بتبدا في المرحله دي ترجع كورس رحله البحث عن الحب. هيجيب معاك من بنات. نعمل الاساسيات من الاول. لو انت خارج من ليله سودة زي دي، او ابتديت تكتشف وتستشعر وتحسي ان انتوا بتنزلوا في الكيرف. مش لازم توصل للقاع. ولو وصلت للقاع هات ايدك يا اسطى. يلا بينا. يلا شد قوم قوم معايا. قوم معايا بسرعه وقوم معايا عشان مش هينفع. والله ما هينفع صدقني. مش هينفع. ولو بتعول 6 مش هينفع. بس نجيب من ابو نهيه. لان انا بحب ابو نهيه جدا الحقيقه، يعني يهز عليا. العلاج بقى. حب الذات. الهوايات. التجذر. التعامل مع الطبيعه. ارجع بقى لكل اللي احنا قلنا بقى لنا 14. ارجع للكورس او سلسله رحله البحث عن الحب، والله ما هتفرق. وكانت في حلقه كامله اتكلمت فيها عن العلاقات. ممكن احط ده في اسمه ايه صندوق الوصف. بصوا عليه، بصوا تحت هتلاقوا الليله دي كلها. عشان بس مش نعيد الكلام تاني ونطوله تاني الليله ما ينام. بس احنا كده خلصنا. الحمد لله على السلامه. كانت ليله تقيله انا عارفه. احنا خلصنا وعديناها. كله زي الفل. اشوفكم على خير ان شاء الله في المسؤوليه اللي بعدها. اصدقائي الاعزاء، لو استفدتوا ما تنسوش اللايك. لو طبقتوا شايفين فيه نتيجة إيجابية ما تنسوش التعليقات عشان تشجعوا غيركم ويشوفوا حمادة ووائل وحسنية وفوزية ومنار وميار معانا. ايه ده دي طبقت لما نشوف الموضوع بيقول ايه. شجعوا بعضيكم. اعملوا كوميونيتي جميل. اعملوا تجمع علاجي نفسي شفائي
بينكم وبين بعضكم، لان احنا كلنا ما عندناش ده في حياتنا. فنعمله هنا، نعمله ايه؟ ما احنا عاملين القناه دي ليه؟ احنا عاملين القناه دي عشان نجيب سيره الناس، عاملين القناه دي عشان احنا نخلق المجتمع والوعي بدرجه الوعي المناسبه لينا، بكيرف الشفاء اللي يخصنا احنا، على قدنا كده 5 6 112 مع بعض مفيش مشكله. فاهم كده؟ تعالوا تعالوا نحط ايدينا في ايد بعضينا ونبنوا الاسره دي هنا، نبنوا الصداقه دي هنا، نبنوا الاخوه دي هنا، من غير شرط. نوايا الزباله مش موجوده عندي. انا ست حازمه جدا في الحاجات دي، بلاش بلاش، عشان هنشوف فيها وش قله الادب، وانا ما بحبش اتعامل معاكم بالوش ده، عشان انتوا حبايبي وانا كده كده حاسه بوجعكم. بنشارك هنا رحله الالم بغرض العلاج، مش السح ده ايه ده كل يوم بنعمله كل يوم 12 بالليل، كده كده في الدنيا ومحدش شايف عشان البرستيج. ومن الصبح نضرب الكحله، ومن الصبح نحدده بدقنا ايا كان نوعنا مش فارقه، ننزل نواجه المجتمع بمنتهى الكبرياء وعزه النفس. اوعى حد يشوف نقط ضعفك وذلتك وانهياراتك ولا حاجه دي، دي بينا وبين بعضينا. وبلاش مرايتك عشان ما نخترقش منها، هي مش ناقصه، البلد كلها مش رجاله اسحار واناني، كده كده في حد بيأذيك من ناحيه اخرى. مش لازم انت تنيل الدنيا بقى مع قرينك بقى، وتقف بقى تتأمل في جمالك وتتأمل في كلامك قدام المراية، ما حبكتش. انت هدمت كده، خد كده بص كده سريعه كده واجري، ما تطولش في العمل، ما تطولوش في الحمل، ما تطولوش في حاجه، ما تطولوش في الحياه ما فيهاش. اوكي. وشير مع الناس اللي انتوا شايفين من وجهة نظركم ان والله هيستفيدوا من هذا الموضوع، في عندهم بادرة وعي كده ب2 جنيه في بذرة ممكن لما نرويها نستفيد. هيجيبوا لي الضغط، متشكرة منكم، ما تعملوش شير لحد، عشان انا سبت خلقي هنا اهو، وبقى هنا اهو بين حواجبي ناقصة خانقة في الحياة. بس بشكركم جدا، وبعتذر طبعا عن ان انا طولت، ولكن في حاجات ما ينفعش ولا تخلص في 10 دقايق ولا في 30 دقيقة. أنا بعمل كل ده عشان تستفيدوا، فأنا أتمنى إن أنتوا تكونوا بتستفيدوا، ولو فعلا بتستفيدوا شاركوا، حسسوني إن أنتوا أحياء على أرض الواقع، حسسوني إن أنا بكلم بشر عايزين نتفاعل مع بعض، عشان إحنا اللي جاب لنا الاكتئاب قلة التفاعل المادي الحقيقي، مش بنعملش بقى في الواقع وكمان في السوشيال ميديا كده كتير. باي باي.